السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى أخوات وأحلى متابعين. يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. أيام قليلة ويهل علينا أجمل شهور السنة، شهر الرحمة والمغفرة، شهر رمضان الكريم. في الوقت ده من كل سنة بنشوف بيوتنا كأنها بتتحول لخلية نحل، الكل بيجري والكل بيستعد. لكن واحنا في زحمة الاستعدادات دي وفي عز ما احنا مشغولين بتأمين احتياجاتنا وتخزين الخضار واللحوم، في سؤال بس محشور في قلبي وحبيت أشارككم معايا فيديو النهاردة بكل صراحة. هل واحنا بنملى تلاجتنا والفريزر بكل الخيرات دي فكرنا في جيراننا؟ فكرنا ان احنا سحبنا الكميات دي كلها من السوق وهو ده اللي بيخلي الأسعار تولع نار، لدرجة ان فيه أب أو أم مش بيقدروا يشتروا حتى ربع اللي احنا بنخزنه. رمضان يا جماعة جه علشان يحسسنا ببعض، مش عشان نتسابق مين ملا تلاجته أكتر. مش طالعة انصحكم، أنا بس طالعة أفضفض معاكم وأقول على حاجة بصراحة مضايقاني، مش عشان أنا بس، عشان ناس كتيرة زيي. أنا واحدة منكم. يعني أنا مثلا، أنا واحدة مسؤولة برضو عن بيت، زوجي برضو متوفي وفي برضو ناس كتيرة ظروفهم برضو زيي. فليه يا حبايب قلبي، ليه ان احنا نجرح شعور بعضنا؟ ثم ان شهر رمضان الكريم ده علشان العبادة، مش عشان يعني مش عشان ان احنا نملى بيوتنا ونملى تلاجتنا ونملى بطوننا، ما تزعلوش من كلامي. لكن فيه ناس كتيرة جدا بسيطة جدا 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 وفي أشد الاحتياج، يعني بيقعدوا يشوفوا الفيديوهات دي فعلا. واللي خلاني اتكلم عن الموضوع ده يا جماعة، انا ما كنتش هتكلم فيه. اللي خلاني اتكلم عن الموضوع ده وانا في السوق لقيت ست بتقول كمية كلام يوجع، يوجع القلب بجد، يفطره. يعني معلش تخيلي كده، ان لو دخل عليك رمضان وانت عندك كل حاجة وجارتك اللي جنبك مش عارفة تفطر ولادها، يعني مش عارفة تعمل لهم أكل إيه في اليوم اللي بيعدي عليها. هل ده هو الصيام؟ هو اللي ربنا ده عايزه مننا؟ احنا بقينا بنخزن لرمضان وكأننا داخلين على مجاعة، مش داخلين على شهر عبادة. يعني لازم يكون في القلوب رحمة. إن إزاي جارة قدام باب شقتك عمالة بتشم الأكلات أشكال والوان وهي مش عارفة تجيب حتى ربع كيلو عدس لولادها؟ يا حبايب قلبي لازم نحس ببعض. رمضان جه عشان نحس بالجوع اللي هم حاسين بيه طول السنة، مش علشان ان احنا نسبب لهم فيه وجع وألم. الأم مهما كان بتستحمل، إنما الولاد معلش ما بيستحملوش، لأنهم بيبقوا ما هماش عارفين أي حاجة ولا عارفين الظروف. والله العظيم أنا واحدة من ضمن الناس، أنا ما جبت أي حاجة لحد دلوقتي. فليه يعني انا بقول لكم عن نفسي علشان ما تقولوش ان هي طالعه تعمل ترند، والله العظيم ابدا. لا يا جماعه، رمضان مش كده وربنا سبحانه وتعالى ما قالش كده. ليه يا حبايب قلبي ليه؟ ثم ان الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا على 7 جار، يعني ما بالك باول جار ليكي؟ ازاي انت تعملي اكل اشكال والوان وجارك جنبك يا عيني مش لاقي؟ في كتير والله العظيم، اقسم بالله انا بقول لكم الست دي خلتني بقيت واقفه مش عارفه اعمل ايه، ويا ريت ظروف الواحد كويسه. فيا حبايب قلبي نراعي شعور بعض وبلاش المباهاة بالاكل وبالخزين اللي انتوا عمالين بتعملوه ده. راعوا ان فيه ناس مش قادره، ناس مش قادره ان هي تجيب ربع اللي انتوا بتجيبوه ده. خلونا السنة دي نرفع شعار بلاش تخزين وخليك رحيم. خلونا نحس ببعض ونراعي ظروف بعض علشان ربنا ينزل البركة في قلوبنا وفي لقمتنا مهما كانت بسيطة. يا رب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، واجعلنا من جابلين الخواطر ومن عتقاء هذا الشهر الكريم. حبايب قلبي لو عجبكم الفيديو بتاعي قولولي ايه رأيكم وشاركوني في الرأي ده، هل انا صح ولا انا غلط في الكلام اللي انا بقوله ده؟ يا ريت تشاركوني الرأي يا حبايب قلبي واكتبولي كومنتات. رب يا حبايب قلبي يرزقنا الخير والبركة في بيوتنا جميعا وكل مليون سنة وانتم طيبين. يلا يا حبايب قلبي الاشتراك في قناتي واللايك الجميل بتاعكم وتعليقكم الحلو، انا هستنى تعليقاتكم الجميلة. وكل مليون سنة تاني وانتم طيبين ورمضان كريم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.